خد نفس. نفس. كمان مرة. إن شاء الله خير. تفضل. جبت التحاليل معك؟ نعم دكتورة. يا ريت تعطيني إياهم. تفضل. على ضوء التحليل يا سيد بشير انت معك اميبيا. شو هي؟ جرثومة بالمعدة. بقى حالتك بدها حمية مزبوط، يعني بدك تداري معدتك تمام. فاصوليا خضراء مسلوقة، جزر مسلوق، بطاطا مسلوقة، لبنة ما في مانع، وقوعة من اللبن ها، وبتاخد هالدواء. موجود منه بالسوق يا ترى؟ رح أعطيك علبة من عندي مبدئيا، بس لازم تاخد علبتين. الله تفضل. يخليكي يا دكتورة حنان ولا يحرمنا من لفتك. أهلا وسهلا. سلم على المدام. شو طلع لك معنا؟ الدعاء بس، ما بدنا شيء. بس ما بصير هيك. ولو أهلا وسهلا. يسلموا ايديك ويخليكي لهالدراويش. يا أهلين، الله معك. خاطرك. مع السلامة. تفضل. على العافية دكتورة. أهلا أهلا إبراهيم. طمني شلون صرت؟ فضل الله وفضلك صرت ميل على الحيط وهده. معلوم، لأنه المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. مالك علي يمين يا دكتورة، اليوم أكلت مثل الحالوش. لا كمان هيك ما بيصير. أنت هلأ بفترة نقاهة، يعني لازم تداري معدتك. أكلت شوندر وطحينة، فيها شي دكتورة؟ كل شي بالاعتدال ما بيضر، بس لا تكتر من أكل الطحينة لأنه فيها زيت سمسم، والسمسم هضمه صعب. بكير عليك لسه. أمرك دكتورة. لساتك عم تبلع التحاميل وتاكلهم. لا تخجليني دكتورة، يضرب الغشيم مساعته. على كل هي أنا بين إيديك صاغ سليم. عظيم. في شي تاني؟ بالعكس دكتورة حنان، ما بدنا إلا سلامتك. والوالدة بعتتني حتى أتشكرك وما بتنسى معروفك طول عمرك. ولو أنا عم أقوم بواجبي يا إبراهيم. على فكرة أنا جايب لك هدية الوالدة بعتتها معي، بترجاكي لا ترديني خايف. هدية؟ ولشو الهدية؟ لا رح أزعل منك تمام يا إبراهيم. بترجاكي دكتورة لا تخجليني ولا ترفضي الهدية. صحيح هديتنا مو قد المقام بس حلوة، يعني إذا حطيتيها على باب الفيلا تبعك بضحية الديماس تطلع فرجة. تفضلي دكتورة. أعوذ بالله، شو هاد؟ فارة كبيرة. لشو هالفارة هي؟ مو فارة سلامة عرفك دكتورة، هاد نسناس. نسناس؟ ايمو من خلت يعمل معه الولاء. ما بخوف دكتورة ما بخوف، شوفي ها لعبوا حلو كتير، لعبوا حلو. بلو 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 يا تبيا يا تبيا يا تبيا يا تبيا. ونس كثير ونس كثير ونس. أنا بخاف من القطة كيف من بيت الحيوانات. ايمو من على الطاولة. ايمو من على الطاولة عملنا. ولا يهمك دكتورة، هي شلته. بعده لبعيد كتير. لا تخافي دكتورة لا تخافي، حامل لك اياه بايدي. عمل لك بعده لاخر الأوضة. تكرمي دكتورة. ها وهي بعته. دكتورة هالنسناس غالي علينا كثير وما في اخو بالبلد، بعدين الهدية رمز المحبة. ما اختلفنا، على راسي انت والمحبة. دكتورة صدقيني امي بتعزه مثل ما بتعزني فرد شكل وبتنيمه فوق راسها كمان. لا تأخذني يا إبراهيم، بس مالي معودة على هيك مناظر. ليش نحن معودين عليه دكتورة؟ نحن ارتعبنا منه بالاول بس معنا صاروا من افراد العيلة. يعني امي قالت لي لو اني عم بودر ولد من اولادي مو هيك، وصارت تبكي. شكرا لك ولأمك يا إبراهيم، بس وين بدي يحطوا هاد؟ هلا جنابك ما عندك فيلا الله يتم عليكي؟ بلا. يعني ما بعرف شلون رب العالمين طعمك فيلا مع انه نص المرضى يلي بتداويهم ببلاش. الله كريم. شوف إبراهيم، نحن ببلادنا مو معودين على اقتناء الحيوانات،
ما منحب لا الكلاب ولا الدباب ولا حتى النسانيس، ما منحب إلا القطط، وأنا من جهتي حتى القطة بخاف منها. دكتورة لا تخجليني، يعني يا ريت عندي شيء ثاني اقدم لك اياه، بس ما عندي. شو بدي اساوي؟ قال ورجي عذرك ولا تورجي بخلاق. فيك البركة يا إبراهيم، بس وحضرتك كل ما مرضنا ما بتاخدي منا اجره، إيه مالك مجبوره فينا انت؟ إبراهيم أنا بكره بتتعودي عليه، صدقيني بكره ما بتعودي تستغني عنه، لعبه حلو كتير وحركاته بتضحك الأربلة والمطلقة. بس منظره بكشش البدن. بالعكس، شوفي تقطيع وشه شو مسمسمه، سبحان الذي خلقه. بيعض؟ انت لا تجاكري، ضروري تجاكري. وشو بيساوي إذا جاكرته؟ بدوج وبيصرخ، بس طالما محبوس بالقفص ما في منه خوف. بعدين صدقيني دكتورة، يعني عدم المؤاخذة حقه شي 7-8 آلاف ليرة. تشكر يا إبراهيم. واجبنا، ولو بدنا هدية تحرز تأمرينا بختامة دكتورة. سلامتك. خاطرك دكتورة. الله معك. وينك إبراهيم؟ أمر دكتورة. معلش يعني يا ريت تاخده معك. أعوذ بالله، تزعل أمي. بعدين الرسول الكريم قبل الهدية وأنت أنقذتي حياتي، يعني لو صح لي أهديكي جوزة حلقي بهديكي إياها. معلش ما في فايدة، ما رح تفهم مهما شرحت لك. نعم. شكرا على هديتك الظريفة والله معك. يعني كنت بتمنى يكونوا 2 بس هيك النصيب. خاطرك دكتورة. الله معك. الو نعم. اهلين ماما. ايه لساتني بالعياده. بس انا واقعه بورطه لاول ما لاخر. واحد مريض فقير ما باخذ منه مصاري، هدتني امه ناس بقفصه. لا امه من جبصين، ناس عن حق وحقيق. ليكو هون عندي بالعياده. ما قدرت رجعه، ما بقدر رجعه يا أمي. هدول جماعة دراويش وفكرهم قاضين غرض، وإذا ما قبلت هديتهم بفكروني شايفة حالي وياخدوا على خاطرهم. نعم؟ ما بعرف شو بدي ساوي. شوفي عندك حل. نعم؟ ايوه صحيح. فكرك اهدي للمحامي الاستاذ خليل. قلتك هذا رفيق بابا وما عم يقبل ياخذ منا مصاري. كثير عظيم. هلا بعمل له زياره وبهديه. الله معك. اهلين وسهلين دكتورة حنان، يا اهلين. الله يسلمك استاذ خليل. صدقيني كنت بدي اتصل فيكي مشان الدعوة، بس شوفي نصيبي، شوفي القلب على القلب، اول ما حطيت ايدي على سماعة التليفون واذ شوفك قدامي. بس انا هالمرة مالي جاي مشان الدعوة، بعرف انه الدعوة بين ايدين امينة. ولو دكتورة حنان، والدك الله يرحمه صديق عمر. الله يخليك. الحقيقة أنا دائما معجزتك بطلباتي الكتيرة وحاسة إني مقصرة تجاهك وتجاه المدام. قصدك مشان الزيارات يعني؟ لا، قصدي منشان ليش عم تضحكي دكتورة؟ سلامتك، ما في شي. بالله ليش عم تضحكي؟ صدقني ما في شي، تذكرت شغلة صارت معي بالعيادة. المهم يعني أنا دائما حاسة حالي إني مقصرة بحقك. من أنو ناحية؟ يعني وأرجو إنك تسامحني. بعمري ما تذكرتك بهدية، بعمري ما استحليت لك غرض لا إلك ولا للمدام. يعني بسافر وبروح وبجي وما بحياتي استحليت لكم غرض. شو هاد دكتورة حنان؟
هلا هيك نحن بنتعامل مع بعضنا. ليش انا كمان لما عم اجي اتعالج انا والعيله عندك عم اقدم لك شيء هديه؟ لا تخجليني دكتوره. ليش هيك عم تعملي معي اليوم؟ ما فيها شيء، الهدية عربون محبة لحتى كل ما شفتها قدامك تتذكرنا. لا انت صاير لك شيء اليوم، اكيد صاير لك شيء. الممرض سعيد معي برا، يا ريت تخليه يفوت الهدية إذا ما بصير سئلة. طيب حاضر. أنسة سعاد، خلي الممرض سعيد يدخل بالله. اوف، شو هاد؟ قل هو الله احد. سنجاب؟ لا، نسناس. استلطفته وقلت لحالي الهدية لازم تكون غريبة. فعلا غريبة. يعني الناس عادة بتهدي قداحة ذهب، قرافة تقيلة، ازازة عطر، بس يا بالشوم ما في شي من واجبك. وانا نازلة على السوق لفت نظري هالنسناس. فظاعة. وبأنو سوق كنتي ماشي؟ بقى بترجاك تقبل هديتي وما تردني خايبة. تشكر يا دكتورة، بس يعني النسناس وين بدنا نروح فيه هاد؟ حطوه على البلكون تتونس فيه المدام. قال تتونس فيه قال، ايه مرتي بتخاف من خيالها. والولاد رح يحبوه كمان. ايه فعلا فعلا، يا بدهم يجننوه يا بده يجننون يا بدي يجن انا. ان شاء الله عجبك. عذبتي حالك، ما كان بدي اسألي عليكي. ولو انت مفضل استاذ خليل. وشو بياكل هذا؟ انت ادرى. انا؟ قصدي نسيت جيب الكتالوج تبعه. الحقيقة ما بعرف شو بدي اقول لك. قول استاذ خليل. انا مندهش فعلا. يا ريت تعفيني من هالهدية وبكون ممنونة. اعوذ بالله، لا يمكن ترجع بنوم، انت مفضل علينا. شو هالحكي استاذ خليل؟ لا العفو، بس يعني وين بده ينام هاد؟ محل الضيق بسع 1000 صديق. يا سيدي واحسبه ولد من اولادك. المهم يلا خاطرك سلمني على المدام. تشكر على الهدية اللطيفة يا أخي خليل، بس شو بدي أساوي فيها؟ أخي أنت ممثل بالتلفزيون ولابد ما تستفيد من حركاته. شوف وشك شو معبر. ما اختلفنا، بس هذا النسناس بده خدامة. طبعا ما في شيء ببلاش، أنت رح تستفيد من حركاته وهو بالتالي بده منك ترعى وتطعمي وتسقي. لا، وريحته مثل ريحة جلد الخروف مسلوخ. ايه مو مشكلة، رش له شوية عطر. شوف هالنظرة الخبيثة ما أحلاها. ايه أفظع ممثل بالتلفزيون ما بيجيب هالنظرة الذكية. شوف حجر عينه شلون عم يلمع. أما هي قصة، ولك حبيبي أنا طول عمري عزابي لحتى ما أكون مسؤول عن حدا، فشلون جاي هلا تحملني مسؤولية فوق طاقتي؟ شوف شلون زعل. عرف إنه ما بدك إياه من قهر. مو مسألة القهر، المسألة أستاذ خليل أنا بيجيني على البيت ممثلين وممثلات، ومعظم الممثلات أخي بلالي هالاستفادة، خلي لي إياك. يعني ما بدي هالنجاسة ببيتي. بالعكس، هذا نظايفي كتير، كل يوم بيفلي حاله. أنت بتفلي حالك شيء؟ لا إيه هذا موسوس كتير، عالطالعة والنازلة بيفلي جسمه وبيستفقد شعره. يعني ما بعرف، حيرتني فعلا. ما بدها حيرة، فلته بالأوضة وتفرج على نبطاته. فلت لك يا شو يعني؟ يعني استفيد منه، بجوز يجيك شي دور بالتلفزيون بده نطاط صعبة، بقى اقتبس منه.
تعلم قدامك استاذ ببلاش. يلا بخاطرك. وين استاذ خليل؟ ما بيصير هيك. شو بدي جاي فيه؟ لو عندي موعد بالمسرح كمان. فين حبيبي على الاستفادة؟ أحسن شيء آخذك على السوق وبيعك. إيه؟ حياتي دكتورة. أهلا إبراهيم. دكتورة إلك عندي مفاجأة. شو هي بقى؟ البارحة وأنا عم بفتل بالسوق لقيت لك هدية، أما شو هدية؟ ما فهمت عليك. عدم المؤاخذة يعني بعنا ما فوقنا وتحتنا حتى قدرنا نشتري لك إياها، بس خوش أنت بتستاهلي يعني وفضلك على راسنا. دكتورة هلا بإمكانك تحطي على باب الفيلا نسناس من هالطرف ونسناس من هالطرف، يعني على بابك واقف نسناسين.